السلام عليكم. انا النهارده عايز اكلمكم عن الادويه اللي انا استخدمتها بدايه لحد النهارده. ايه كل الادويه اللي انا استخدمتها، وايه اكتر الادويه اللي فادتني، واكتر الادويه اللي ما كانش ليها تاثير واضح. انا اول ما اتشخصت بالاكتئاب، آه كان اول دكتوره رحت لها كان من 10 سنين. كانت كويسه جدا، وبدات معاها باول علاج كان عباره عن سيبراليكس 10 مللي جرام. وكنت باخد معاه مهدئ. كانت كاتبالي على اولابيكس. كنت باخد اولابيكس بالليل قبل ما انام، وكنت باخد سيبراليكس مره واحده، حبايه واحده بعد الفطار. خدت سيبراليكس ده، قعدت يعني معاه اول شهر، او اول ما عديت اول شهر بديت احس بتحسن، وحسيت بتحسن في القلق مع اولابيكس ده. يعني اخدته يعني بعد اول اسبوع بدات احس فعلا ان يعني نوبات الهلع بتروح خلاص، يعني الحده بتاعتها بتروح والقلق بدا ينزل فعلا. مشيت على الدواء ده فترة لحد ما جيت في فترة قطعت اولابيكس، اللي هو بتاع القلق اللي انا باخده بالليل ده، قطعته خلاص. وبدأت اعتمد بس على السيبراليكس، ودي كانت غلطة قاتلة. يعني دي يعني انا كنت بقول خلاص، يعني موضوع القلق خلاص انتهى. انا دلوقتي اركز اكتر على السيبراليكس، ان هو دعم المزاج وان مزاجي يكون كويس، وملوش لازمة خلاص الاولابيكس ده. انا بالنسبة لي القلق كده خلاص راح. وقفته لمدة شهر. بعد شهر حسيت بالبانيك بيرجع، بس بيرجع اقوى من الاول. لقيت الموضوع رد اكتر من الاول بكتير. كنت انا نسيت اصلا، كان دماغي خلاص نسي فكره ان انا المفروض كنت استمر على الاولابيكس. يعني ما كانش في دماغي ان انا استمر انا قلت في حاجه حصلت تانية، الدواء سيبراليكس مش كويس، يعني في حاجه حصلت. فروحت للدكتوره تاني، قلت لها انا حصل معايا انا يعني بالنسبه للمزاج وكده ونسبه السعاده كويس، يعني خلاص تمام، ما عنديش مشكله في كده. بس عندي بتيجي اوقات احس بقلق رهيب. يعني القلق يا جماعه بيسمع في الجسم الم. الناس مش مقتنعه بكده. القلق بيعمل الم في الجسم، ليه اعراض زي اعراض اي مرض، بيخلي كل الجسم في حاله تعب. انت ممكن تشك اصلا من القلق ده ان انت في حاجه غلط في القلب، في حاجه غلط في الصدر، في حاجه غلط في البطن. هو بيخلي كل الاعضاء في حالة، يعني بيخلي كل الاعضاء في حاله حرب. يعني بيخلي كل الاعضاء مش في طبيعتها. فانت بيجي لك تهيؤ ان انت ممكن يكون عندك مشكله في القلب، ممكن عندك مشكله في الصدر، ممكن عندك مشكله في البطنه. هو القلق ده شيء صعب. فلما اتكلمت معاها وحكيت لها انا عملت ايه كده، قالت لي لا، انت عندك اساسي ادويه القلق ما ينفعش توقفها مره واحده، ولازم تمشي عليها فتره كبيره لحد جسمك ما يبدا يتعافى من المرض ده. المهم قلت لها طيب في حاجه، يعني في حاجه غير الاولابيكس؟ طيب لان الاولابيكس انا كنت بيخليني انام كتير، يعني